ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى نبدأ كده ايه اول حاجة في تفريزات رمضان كده بإذن الله. احنا النهاردة هنفرز مع بعض البسلة، وانا الطريقة بتاعتي في تفريز الخضار هي كلها واحدة ثابتة ما بتتغيرش، لان دي بصراحة انجح طريقة ايه انا بستخدمها على طول. يا دوب هي المية بس ايه نحط لها معلقة سكر كبيرة، ولا ملح ولا ليمون ولا اي حاجة ولا كربونات حتى. هندوب بس السكر كده كويس في المية، واول ما الميه تغلي هننزل. انا عامله البسله، وفي ناس بتعمل البسله لوحدها والجزر لوحده، لا اضيف البسله والجزر مع بعض. يا دوب هما دقيقتين كده في الميه المغليه نفضل نقلب فيها كده. وقبل ما احط البسله في الميه انا عندي بوله حاطه فيها ايه مكعبات تلج. دي اهم حاجه تكون الميه بتاعتك اللي هي الساقعه دي تكون متلجه. هنقلبها بس يا دوب لمده دقيقتين اتنين كده، ما نسيبهاش كتير على النار. السكر هيخليها تحتفظ باللون الاخضر بتاعها وبالقيمه بتاعتها، مش هيأثر عليها في اي حاجه. بصراحة انا بعتمد الطريقة دي في تفريز الكرنب والبامية والبسلة، واي حاجة عايزة تفرزيها جربيها بالطريقة دي. هما دقيقتين اتنين بس في المية المغلية والله، وبتقعد معايا في الفريزر سنتين كمان مش سنة بس. هنقلبها كده لمدة دقيقتين بس اهو، وهنطلعها على مية فيها تلج. ما عندكيش تلج، مية ساقعة من الحنفية على طول، ازازة مية ساقعة عندك. الطريقة دي ما بتخليش البسلة ولا الجزر مثلا لو قعد فترة جامدة ما بيجلدوش في الفريزر ابدا. يعتبر السكر ده مادة حافظة للتفريز الخضروات. اهو انا سبتها في المية الساقعة كده شوية، وبعد كده هطلعها على مصفى. نسيبها بقى ايه لمدة ساعتين كده لما تنزل ميتها خالص، ونكون جايبين اكياس اللي هي التفريز دي، اهم حاجة نفرغ منها الهواء كويس. اهو انا سبت مكعبات التلج عليها كده من فوق لغاية ما ايه دابت معي. اهو. وهنا اهو حطيناها في الاكياس بتاعتنا، اهم حاجة فرغوا منها الهواء. انا هنا كنت جايبة كيلو بس لان البسلة لسه سعرها عالي شوية، لما ربنا يكرمنا باذن الله